سوف كو بون هبطت اللي انا سحبت على خاطر تخششت. باش نحكي لكم باش كومسا انت والجماعه الكل تفهموا والساده المشاهدين بيان سور. بعد الجوالي اللي عملته انا وقدور غنيت انا وقدور دونك صار تأويل للغناء وهبطوا دي فيديو وصلوا حتى يتهموني اني كافره ولا ملحده. دونك قدور بارتاجا بعض منهم على بروفيله تغششت عليه وهبط. لا سامحني خلينا نحطوا الحكايه في اطارها باش نفهموا الساده المشاهدين. انا وانتي نخدموا في برنامج تلفزي يعني، والبرنامج هذا فيه فقرات، من ضمن الفقرات فما مناظره غنائيه اللي اقترحوها علينا اداره الانتاج. المناظره الغنائيه هذيا انت جاوبت بطريقتك وانا جاوبت بطريقتي. انت تغششت وخديت في خاطرك وهذا حق، خاطر فما ناس يعني خذاو الحكايه ووظفوها في اشياء يعني لا حول ولا قوه الا بالله. خليني نقول لك، انا ما قالوا عليك ملحده وقالوا عليك كافره وقالوا عليك والعياذ بالله، انا ساعه اولا انزهك ان تكوني كافره او ملحده وانا اعلم انك تشهدين لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، بالنسبه للناس اللي خذات الحكايه ووظفوها، انا ماهيش مشكلتي، انت تغششت عليا، انت زميلتي وتخدم معايا وما عندي معاك حتى اشكال. اي قدور متفاهمين، انا تغششت عليك على خاطر انت بارتاجيتهم وقت اللي كلمتني وحكينا انا وياك. عندك حق في هذا. فوالا تفهمنا. وانا سامحني كلمتك في التليفون كي عرفت اللي انت متغشه، كلمتك في التليفون وقلت لك يا لله حقك عليا، وهاو توا قدامك، انا هاو قدامك وقدام الساده المشاهدين فما الفيديوهات اللي بارتاجي، ما باش ندخل نفسخهم توا باش لله ما تغشش علينا لا اكثر ولا اقل. اي تليفونات من ورانا يا اخي، شاورتونا تتكلموا بعض في التليفون، ما شاوروا فما اداره انتاج. بالعكس ندل على قدور يدل انه اخلاقه عاليه وكان في المستوى الحقيقه، خاطر كي سمع لي انا تغششت طلبني وحكينا وقلت له لي انا مش مشكلتي لي فيديو بحد ذاتها، انا مشكلتي انه عائلتي تمست امي بالذات وبنتي وتفاهمنا زوز وطلب سماح وخيان. اسمع سيدي شيء كبير، صافيه لبن معناتها حليب يا قشطه نزيدك. لا سامحني صادق، هي زميلتي على راسي وعيني، حاجه فقط راني نقعد الى يوم يبعثون نقعد نختلف معاها في الاراء، وراه شوف هذايا لا يفسد للود قضيه. خليني الناس معناها اللي تفرج فينا، هي زميلتي يعني نتقابلوا في البلاتو ونبرفوا مع بعضنا ونوصلوا ساعات حتى نصبحوا وناكلوا مع بعضنا، فهمت كيفاش يعني. فما ناس اولوها يعني ان شاء الله ربي يهديهم، يعني ماهيش مشكلتي، هي يعني قاعده تلوم علي انا في بالها يعني عندي معاها مشكله شخصيه. انا لله ما عندي معك حتى مشكله، بالعكس احترمك واقدرك وراك على راسي من فوق. بالله سامحوني، سؤال بسيط، قداش دامت المكالمه؟ ليه حكايه دقيقتين هي كانت يعني كانت متغشه شويه، وانا خويا عذرتها وطيبت خاطرها يعني بكلمتين، يعني هذه اخلاقي انا. عندك قوه كبيره برجوليه، عنده في دقيقتين طيب خاطرها برجوليه، قوه. اسمعني معناتها الامور باهيه سي بون صافا. حليب يا قشطه. اي ونزيدك زياده. اي زيدني. رجعت على خاطر قدور. لا عاد كثرتوا علينا، لا عاد يا خويا. طيب يا سيدي بارك الله في الاخت هيفا اللي رجعت على خاطري. انت ماك رجعت على خاطري؟ اي تاخوشي بخاطري في حاجه؟ اي شنو؟ تغطي لنا كليكتيفات فقط باش لا تفتن ولا تفتن الساده المشاهدين. تاخذ بخاطري في هذه؟ والله ناخذ بخاطرك. الله كثرتوا علينا كثرتوا علينا هذا دقيقتين. عندك كتاف قرب لي انا، ايش دخلك انت في الكتاف؟ تو هكا قدور يعني تعتدي عليا وعلى صفي هنا. زاد بخاطر خاطر في قدور. والله مانيش مصدق، دقيقتين عملوا هذا الكل. والله يا اخي عايز قولك سي قدور. ان شاء الله ربي يحفظك وان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله وراك عزيزه وغاليه. انا عندي غنايه كاتبها وملحنها وعملتها يعني ديو في غنايه راب، والغنايه ضربت بالكدا ومشيت، انا باش نهديها للاخت هيفا. الله المره اللي فاتت الاخت حنان، تو الاخت هيفا. تفضل خويا تفضل. شكرا.
حبيت نألف بيك حكاية، رجعت بفكري مكان الماضي، لقيتو اسمك وسط رواية نهايتها القلب عليكي راضي. تصفحت قريت وباغي نفهم أجابك ليا قولي علاش ملكتيني مرضيتش تقسم ولا سألتي حتى كيفاش. حرام عليك تطفي وردي، ما كفاك كساك وتخلف وعدك، سحر غرامك لمتى يغرك ومصيرك تندم كي تعاليت. حاولت عملت اللي يرضيك ولخصت كلامي من علمنا، وترجيتيني ما نخليك كان للي يحسوا يفهمنا. قلبي اللي حبك ما ينساك حتى لو عاشوا العذاب، يعيش بعمر ويتمناك مو حال يحسب ليك حساب. تمنيتك ليا تكوني خليل تداويني تضمد لي جروحي، ونعيشوا ليلة من ألف ليلة تهنيني بقربك يا روحي.